مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من مساء الخير امريكا. زي ما بعضكم عارف انا لسه راجع من مصر من يومين ولغايه دلوقتي بنام في النهار وبصحى بالليل، بس يعني شويه شويه الواحد بيقدر يعدل التايمنج بتاعه. في الحقيقه والنهارده ميعاد البرنامج فيري كلوز للتايم اللي انا راجع منه، كان في يعني نتكلم ما نتكلمش نأجلها الاسبوع الجاي، لكن حقيقة حبيت اطلع معاكم النهارده عشان اديلكم فكرة عن الرحلة اللي عملناها لمصر. وفي الحقيقة كل كلامي عن رحلة مصر ليها غرض اساسي، وهو ان احنا نشوف او نعرف او نتعرف على مصر وحلاوة مصر او الاماكن الجميلة اللي ممكن واحد يزورها في مصر. ومن الحاجات اللي بتسعدني جدا لما بكتب، معظمكم اللي متابعني على الفيسبوك بيشوف ان انا دايما بنزل بوستات عن الاماكن اللي انا بزورها في مصر، والغرض منها اساس ان احنا الناس اللي قاعده هنا في امريكا، في اوروبا، في كندا وما نزلوش مصر من زمان، قلقانين انهم ينزلوا مصر، مش عارفين يشوفوا ايه في مصر. في الحقيقه البوستات بتوضح حاجات كتيره جدا، وبرنامجنا النهارده برضه هيوضح حاجات كتيره. اي هوب من خلالها او اتمنى من خلالها انه كل واحد ينزل ويتفسح في مصر ويزور اهله، يزور مصر في اماكن كتيره جدا وفي حاجات كتيره جدا اكتر مما تتخيلوا ممكن تعمل. والاجمل من كده او الحاجه كويسه كمان انه يعني الدولار مازال بيديلكم مميزات كتيره في مصر يمكن ما تلاقوهاش في اي حته في العالم. لو حاولتوا تروحوا يوروب غاليه بطريقه متعبه جدا. المكسيك تقريبا اسعارها زي اسعارنا هنا، لكن هي في مصر ممكن تلاقي حاجات كتيره باسعار معقوله بالنسبه لك، وتقدر تقضي وقت جميل بفاليو اكتر للدولارز بتاعك. يعني حاجه بسيطه مثلا لما بتحجز اي ريزورت اول انكلوسيف بتلاقي انه السعر بتاع الريزورت طبعا بيختلف من مكان للتاني ومن ريزورت للتاني، لكن بصفه عامه الفايف ستار ريزورت ارخص بكتير جدا من انك لو رحت المكسيك، كانكون او اي من مدن البهاماز او وطبعا لا تقارن باللي بيحصل في او الاسعار في يوروب just out of reach. فده الغرض من اني ادردش معاكم النهارده شويه عن الرحله وعن اللي فيها، المميزات، بعض المناطق اللي محتاجه او الارياز اللي محتاجه تحسين او اريا اوف امبروفمنت زي ما بيقولوا. وهبدا معاكم رحله بالمطار. مطار القاهره كان حقيقي ممتاز، الخدمه فيه ممتازه، الطابور معقول، الطياره نازله فيها عدد من الناس، لكن اللاين كان طويل ولكنه كان ماشي بسرعه، ودي كانت حاجه كويسه. اجراءات الجمارك او اكشلي سوري الهجره اللي هو بيدي لك الفيزا وانت داخل، الموظفين ممتازين، او الموظف على الاقل اللي انا او اكشلي الضابط اللي انا وقفت معاه انا والمدام كان متفهم. كان قاعد يسالني انت المدام مصريه؟ فقلت له بس ما عندناش اي اثبات انها مصريه. وقال لي معاكم شهاده ميلاد، معاكم اي دي. بالنسبه للمدام ما كانش فيه، معناش بس غير الباسبورت الامريكي. ف قال لي طب اكتب لي اقرار انها مصريه، فكتبت له. المهم بعد كده بساله يعني ايه ليه مصمم انها تعرف انها مصريه او مش مصريه؟ قال لي بس عشان اوفر لك تكاليف او الفيز بتاعت الفيزا، لان هي لو مش مصريه المفروض تدفع حوالي اعتقد $25 او حاجه للفيزا. لكن زي ما شفتكم فهو بيحاول، فبيقول لي انا بحاول ما اخليكش تدفع الفلوس باعتبارها او باعتباركم ان انتم مصريين،
حتى لو مش لاقي ورقه تثبت، لكن لو كتبت لي ان هي المدام باسمها مصريه بعتبر ده ورقه كفايه تثبت انها مصريه. فده طريقه التعامل الظريفه اللي الواحد شافها في الاميجريشن. طبعا انت بتدخل على الناس، على الاميجريشن على غيره، المفروض انك تبقى يعني ما تبقاش ارجنت عليهم، ما تبقاش متكبر عليهم، ما ترميش الباسبور الامريكاني وانا امريكاني وجاي لك هنا. يعني لازم نلاحظ مجموعه حاجات بتخلي اللي قدامك عايز يساعدك او يشتغل معاك او يرحب بيك. طبعا في ناس بتقابل بعض المصاعب، مش عارف اقول لك، اما اوراقهم مش مظبوطه او عندهم اشكالات او لكن الشخص العادي لو اوراقه مظبوطه اللي داخل بلده وحاسس انه داخل بلده، اعتقد انه الضباط بتوع الاميجريشن بيحسوا بكده وبيرحبوا بينا واحنا داخلين. لما جينا عند الشنط كان زمان في شايلين كتير بيجوا يتطفلوا عليك وبتاع، دلوقتي ما بقاش. انت هم موجودين، ممكن انت تناديهم يجوا، لكن ما بقوش يضايقوكوا زي زمان. الكاردز بياخدوها من غير فلوس. بالمناسبه في LAX الكارت بتاعت الشنط ب$8. إذا كان في مصر مش بياخدوا فيها أو مش بيدفعوك أي حاجة عليها، فدي تعتبر ميزة زي ما قلت لكم. بصفة عامة تجربة المطار كانت ظريفة، كانت خفيفة، ما فيهاش إشكال. طبعا كل الشنط جت ودي سهلت العملية. احنا نادينا بورتر جه خد الحاجات وطلعنا بيها على الجمارك. معاكم أي حاجة ممكن ادويه مش عارف ايه، قلنا لهم معانا شويه فيتامينات فالمهم كان النقاش سريع وما ما فتشوش حاجه. مش معناها ان كل مره مش هيفتش او مش هيفتشوا، لكن في حالتنا ما فتشوش وتفضلوا اهلا بيكم في البلد وي. طبعا تجربه ظريفه. هقول لكم كده ليه؟ لان المطارات بصفه عامه مش سهله في كل العالم. زي ما قلت لكم LAX متعب جدا وكلنا عارفين LAX ازاي متعب. واحنا راجعنا على مونتريال في كندا، كان عندنا حوالي 2.5 ساعة بين الطيارتين. احنا عندنا 2 ساعة كاملين في طوابير عاملين زي ديزني لاند زجزاجي كده، ومش عارف اقول لكم يعني كانت سيرفيس اقل من المطلوب. يعني انك تقعد 2 ساعة في طابور عمال رايح جاي رايح جاي رايح جاي. اعتقد انها لو حصلت في القاهره كانوا فضحوا الدنيا عليها. لكن بصفه عامه المطارات في اي مكان ما هيش سهله، والمفروض ان انت تتوقع انه ما يكونش سهل، وبالتالي ما تتنرفزش. طبعا لو اتنرفزت او عليت صوتك طبعا في اي مطار من مطارات اوروبا او امريكا او كندا هيتقبض عليك على طول. يعني ما فيهاش كلام. يعني 21 سنه هنا بسافر هنا في امريكا تبع الشغل، ما فيش نقاش. يعني تسمع الكلام وتمشي زي ما بيقولوا بالظبط. اي وقت صوتك يعلى تروح متاخد وبهدلت نفسك وبهدلت الرحله بتاعتك. فمهم جدا ان احنا برضه نلاحظ ده واحنا نازلين في مطار القاهره، نبقوا عارفين ان بصفه عامه المطارات ما هياش سهله بالطريقه دي. لكن في تجربتنا مع مطار القاهره كانت كويسه جدا. الرحله قسمناها تقريبا لجزء ترفيهي او جزء في الشواطئ بمعنى صح، وجزء في بنشوف قرايبنا ونشوف اصحابنا، وجزء ديني بنشوف فيه بعض الكنائس وبنزور فيه بعض الكنائس وبعض الاديره. المفروض ان انت قبل ما تنزل تكون منظم رحلتك. الهدف منها اذا كنت بس رايح عشان تشوف قرايبك واصحابك وهتقعد معاهم في بيوتهم، that's fine.
يعني ما حدش بيقول حاجه غلط. اذا نازل عشان تتفسح فحاول ان انت تحجز هوتيلاتك كلها من هنا، او حد هناك يحجزهم لك. المهم يكون عندك حجوزات موجوده حسب الاوقات اللي انت حاططها، وبالتالي اول ما بتنزل بتبقى كل حاجه جاهزه لك، ما تبقاش لسه هتدور على حجوزات او. فاحنا كنا حاجزين يومين في القاهره بس عشان نبدا تبع تغيير الجو نبقى مظبطين نفسنا معاهم. طبعا في القاهره مليانه اماكن، مش عارف اقول لكم قد ايه. انت ممكن تقعد شهر في القاهره كل يوم تشوف مكان مختلف فيه. القاهره طبعا الاهرامات اول حاجه المفروض تشوفها لو ما شفتهاش. لو شفتها بيتهيألي بالنسبه لنا احنا شفناها ممكن عده مرات، لكن هي بتشوفها وانس، ما اعتقدش يعني تحب تشوف الا اذا كان معاك حد تاني عايز يشوفها فتروح معاه. المتحف المصري القديم حاليا لسه مفتوح، على ما يفتحوا المتحف الكبير الجديد اللي بقالنا 3 سنين بيقولوا هيفتحوه. محدش في الحقيقه، كل سنه يقولوا على اخر السنه هيفتحوها، لكن حتى الان ما اتفتحش. في متحف الحضارات ده جميل جدا، المفروض كل انسان يشوفه ويتمتع بيه. من القاهره نزلنا طبعا، اذا رايح مصر لازم 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 تروح شواطئ البحر الاحمر. في منتهى الابداع، في منتهى الجمال، الجو جميل طول السنه. الميه رائعه الالوان والنظافه والنقاء. اجزاء كثيره من شواطئ البحر الاحمر محميات، بمعنى ممنوع فيها اي حاجه تؤثر على البيئة. فمعظم الشواطئ بحالتها الطبيعية الجميلة اللي ما تأثرتش ولا تلوثت ولا حاجة، ففي منتهى الإبداع، من أول سهل حشيش لمرسى علم للغردقة للجونة لعين السخنة، you name it. عندك miles and miles من البيتشز والريزورتس فيها ما تتخيلوش، وكل الاسعار فيها من الغالي جدا جدا للمعقول للمتوسط للتشيب. زي ما انت عايز هتلاقي الرينج بتاعك. زي ما قلت لكم يعني وقت جميل جدا قضيناه نزلنا في هيلتون الغردقه، هيلتون بلازا. زي ما انتم شايفين كده من الحاجات الجميله، اماكن رائعه اسعارها معقوله جدا، يعني خرافه. بصوا الصور الريزورت شكلها ازاي. الايدن ايلاند لو انت في الغردقه في جزيره كبيره نسيت اسمها دلوقتي بس هجيبها لكم بعد شويه، وعليها عده شواطئ منهم ايدن ايلاند. وايدن ايلاند واحده من الشواطئ اللي على الجزيره اللي هي حوالي ساعه ونص تقريبا بالمركب. بتاخد المركب بتروح تقضي يوم جميل هناك في شواطئ رمله ناعمه وجميله وميه حلوه جدا، وبتعمل سنوركلينج بتشوف السمك تقريبا ماشي بين رجليك، والميه كلير جدا جدا. يمكن ما تحتاجش اي نظاره عشان تشوف رجليك، او بتشوف السمك اللي بين رجليك هناك. دي من الجزر زي ما قلت لكم، في اللي هي بارادايس، وفي ايدن ايلاند، وفي شاطئ اسمه المحميه. دول مجموعه شواطئ على الجزيره بتقدر تستمتع بالطبيعه الكامله هناك بدون اي مفيش مباني، مفيش حاجه، بس رمله صفراء وشماسي والميه الرايقه دي قوي. بتعمل رحله بتاخد اليوم كله، بتطلع الصبح وبتروح هناك.
غالبا بتبقى، مش غالبا، بيبقى في كمان وجبه موجوده هناك. طبعا في هناك درينكس وفي كل حاجه انت عايزها، لكن غالبا الرحله بتبقى فيها وجبه الغداء. وبتبقى الرحله اللي طلعناها في ايدن ايلاند دي كانت معقوله جدا. الغداء كان كويس، كان يوم جميل بنستمتع فيه بالطبيعه، بالبيتش، بالميه. وبين وانت راجع بيرجعوا مع غروب الشمس. حقيقي بتقضي وقت جميل جدا. حظنا حلو، بيبقى فيه شويه دولفينز بيلعبوا في الميه جنب المركب وبيسابقوا المركب. بتبقى حاجات حقيقي في منتهى الجمال. دي حاجه من الاكتيفيتيز اللي ممكن تعملوها. بتتميز الغردقه طبعا انها هي بلد، فممكن تروح مناطق مختلفة لو عايز تتفسح بعد الظهر ولا حاجة، أو بالليل بمعنى أصح. في الغردقة مارينا ممكن تروح تتفسح هناك، ومنطقة جميلة جدا، عبارة عن مارينا زي بروبلي مارينا دوري أو حاجة زي كده، أو حتى زي المارينا بتاعت الجونة. مراكب وكافيهات ومطاعم. بلد جميلة مهيئة بس لاستقبال السياح. الحاجات اللي بحبها في الغردقه ان هي بلد، بتطلع تلاقي حلقه سمك، بتلاقي مطاعم سمك بيجيبوا لك نفس السمك اللي بيصطادوه بيحطوه في كده شويه مختلفه من انك بس تقعد طول المده في الريزورت اللي انت فيها. في الريزورت عايز سعدت جدا ب اتنين من اصدقاء مساء الخير امريكا اتعرفوا عليا هناك وتعرفت عليهم. دكتور ابراهيم من القاهره، ودكتوره نسيت الاسم من فلوريدا بس هفتكره لما كان وقت جميل، تعرفنا على بعض، قضينا بعض الوقت معاهم. ودي من الحاجات اللي بصحية بتسعد الواحد جدا لما بيلاقي أصدقاء مساء الخير أمريكا بيتعرفوا عليه وبيقضوا وقت معاه وبناخد صور مع بعض. حاجة جميلة حقيقي إنه يعمل كده. قضينا حوالي 6 ليالي هناك، 7 أيام 6 ليالي. بالمناسبة من القاهرة للغردقة يا إما تاخد باسز او برايفت كارز او بتاخد الطياره. احنا خدنا الطياره الاير كايرو، كانت بصراحه 1 اور جميله ومعقوله السعر بتاعها. بتاخد واحده لو رحت بالباص او بالعربيه ممكن تاخد 6 ساعات او حاجه من القاهره. زي ما تحب بتقرر وزي ما بتشوف، لكن الطريق ممتاز لو رحت بالعربية، وزي ما قلت لكم بالطيارة بتاخد تقريبا ساعة. فده اوبشن كويس ممكن تاخده. منها رجعنا تاني على القاهرة وقعدنا يوم برضو عشان نغير حاجات، نشيل هدوم، نحط هدوم، يعني بنحاول ننظم للمنطقة أو للرحلة اللي وراها. نزلنا طبعا على اسكندريه باعتبار دي بلدنا اساسا. وفي اسكندريه مش عارف اقول لكم، يعني الواحد بيبقى سعيد جدا لما بينزل اسكندريه، بيسترجع ذكريات كتيرة جدا. وبرضه في اسكندرية نزلت في الهيلتون كورنيش، والهيلتون ده كورنيش طبعا على كورنيش البحر على طول. بيتميز ان عنده شاطئ خاص بيه، وعنده شاطل او اتوبيس بياخدك من الهوتيل يعدي بيك طبعا الكورنيش وبينزلك قدام الشاطئ بتاعهم. برايفت بيتش، بتستمتع بالبيتش، بتستمتع بالميه في جو من البرايفسي، يعني محدود، مش مختلط مع ناس كتيره.
لاحظت في الغردقه ولاحظت في اسكندريه انه في عدد من السياح كبير اكتر من اللي شفته يمكن في الرحلتين السابقتين. بالذات في الغردقه كان في عدد من السياح. ده شاطئ اسكندريه او البرايفت بيتش بتاع الهيلتون كورنيش. زي ما انتم شايفين فيري برايفت، ما فيش اي زحمه عليه ولا حاجه، وممكن تقضي وقت جميل قوي فيه. لكن ارجع تاني للسياح، نقدر نقول انه عدد اكبر كتير من السياح موجودين الاجانب، وبصراحه الواحد كان مبسوط انه شايف اجانب كتيره في الريزورت على الاقل اللي احنا كنا فيه. سنتين ثلاثه اللي فاتوا او اخر مره كنت هناك ما كانش العدد كبير قوي. دلوقتي شايفين اعداد كبيره من السياح موجوده، فدي حاجه حقيقيه مشجعه. في اسكندريه ما شفتش اجانب كتير، معظمهم كانوا مصريين. لكن اسكندريه طبعا لازم من الاماكن اللي لازم تتزار ولازم تشوفها وتتمتع بحاجات كتيره فيها. ده جنب ابن البلد. في مطاعم حلوه هناك، مطعم بتاع سمك اسمه ابن البلد، وهو عباره عن جزئين. ابن البلد عباره عن مشويات، ابن حميدو عباره عن اسماك في نفس البيلدينج. قعده جميله جدا. ايوه هو بالظبط ابن البلد. لو قريت اليافطه الثانيه مكتوب عليها ابن حميدو، من الاماكن الجميله جدا والمطاعم اللي ممكن تنجوي فيها، يعني نايس ايفنينج على البحر. بتاكل اكل كويس، عايز مشويات او عايز اسماك بتبقى موجوده هناك. ده غير طبعا في عندنا بعد كده سان جوفاني، ده ايطاليان ريستوران، وفي النادي اليوناني، وفي سيجال بتاع اكل السمك. يعني مش عارف اقول لكم، اماكن كتيره جدا ممكن تتفسحوا فيها، ممكن مطاعم تروحوا تاكلوا فيها، بتروحوا القلعه، بتنزلوا في محطه الرمل. اسكندريه مليانه بالاماكن الجميله، وبالذات لو كنت انت من اسكندريه فبتسترجع ذكريات جميله جدا جدا لما كنا صغيرين. اتس نايس، يعني الواحد فعلا يعيش او يتذكر كل الاجزاء من عمره اللي عاشها في الاماكن دي، ويتذكر لما كان صغير وكان بيعمل ايه وبيتشقى وبيعمل كل الحاجات دي من الاماكن الجميله. ده برضه ده من البلكونه بتاعه الهيلتون اللي هو بتاع الكورنيش. بصراحه اماكن ممتعه جدا جدا جدا. بعد ما خلصنا اسكندريه قررنا ان احنا ناخد القطر تالجو، اللي هو احدث قطر موجود في مصر، وكنا قارينا عنه ان هو لسه جاي. وفي الحقيقه يعني مش عارف اقول لكم ايه. التذكره كانت حوالي 225 جنيه للوان واي من سيدي جابر للقاهره. بياخد تقريبا ساعتين ساعتين و20 مينتس. القطر فاخر جدا جدا جدا، اولموست داخل اكنك داخل طياره. كراسي مريحه جدا، مسافات حلوه. يعني الدرجه الاولى حقيقي كانت ممتعه. لو يمكن يشوفوا لنا الصوره اللي يحطوها لنا. كانت حقيقي نقدر نقول متعه انك تاخد القطر ساعتين ونص او ساعتين وثلث، ويجي في ميعاده ويتحرك في ميعاده. وكانت حقيقي فسحه نفسها، يعني انك تاخد القطر وتشوف المدن المختلفه، دمنهور بنها طنطا او طنطا بنها، ولغايه ما بتوصل القاهره. حقيقي كانت رحله تستاهل
تستاهل انك تروح وتحضر وتجرب القطر ده. وصلنا القاهرة، ومنها تاني يوم رحنا على العين السخنة. العين السخنة مليانة ناو شاليهات، وحقيقة كنا رحنا بناء على دعوة من أحد قرايبنا نقضي معاهم يوم هناك. وجميل إنك العين السخنة حوالي ساعة، ساعة ونص، ممكن تكون أكتر. العين السخنة ممتدة امتداد كبير، ممكن تبقى من أولها تبقى حوالي ساعة، ساعة ونص. إذا رحت لآخرها ممكن تبقى ساعتين وشوية. نسيت أقول لكم وأنتوا في الجونة عاد القطر أهو، زي ما انتم شايفين الكراسي ورانا حاجة يعني حقيقي فاخرة جدا، وما زالت محتفظة بجمالها. فتبقى فرصة حلوة لو جربتوها. وانتوا في الغردقة ممكن تزوروا الجونة. الجونة حوالي 35 دقيقة بالعربية لغاية هناك. مدينة كاملة، طبعا عارفين نجيب أو عائلة ساويرس عملوها، ومنطقة تانية مختلفة فيها نشاطات تانية، فيها برضو بيتشز، فيها أماكن مطاعم. فإذا كنت أنت الهوتيل بتاعك أو الريزورت بتاعك مش هناك، ممكن تروح تقضي يوم وترجع تاني، وتبقى برضو شفت حاجة تانية من معالم البحر الأحمر. هرجع تاني للعين السخنة. العين السخنة في الحقيقة البحر كان معقول وكويس، لكن الجو كان حر جدا جدا جدا، يعني لازم تكون في المية أو تبقى اندور. مش عارف يعني، هو العين السخنة في الصيف ما أعتقدش إنه مكان كويس قوي انك تروحه. زي ما بقول لك، يا اما بتقعد طول الوقت في الميه. كل مره بنحاول نطلع بره الدنيا بتبقى حر قوي قوي، الواحد مش مستحمل الهيت اللي موجود ده. ماي اندرستاندينج او اللي انا فهمته ان العين السخنه هي تعتبر مشتى مش مصيف قوي. فاذا حبيت تروحوا العين السخنه في الصيف، حاول تروحها 1 يوم او 1 داي وترجع. I don't recommend انك تقعد 5-6 ايام هناك، الا هتقعد اندور. فانت يعني شوف عايز تعمل ايه. رجعنا على القاهرة تاني. في ناس في القاهرة بيحبوها كتير عشان هي مجرد ساعة، ساعة ونص، فبياخد عربيته بعد ساعة ونص بيكون هناك. الطرق او الطريق طبعا الهاي واي للعين السخنه رهيب، ممتاز جدا 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 جدا. بتحس بقى بثوره الطرق والبنيه التحتيه اللي حصلت في مصر في كل مكان تقريبا بتروح. لمسناه بسهوله جدا في الطريق للعين السخنة. طريق مستوي 7 لينات أو 6 لينات، رائع الحقيقة. وانت على طريق العين السخنة بتشوف أكبر محطة كهرباء في العالم، وأنا قريتها 5-6 مرات. مش أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط، في العالم. فيها تقريبا انا في اول حياتي ككيمست اشتغلت في محطة كهرباء هنا مع شركة اديسون، فعندي فكرة كويسة عن محطات الكهرباء. قعدت معاهم 19 سنة، فاشتغلت كويس كيمست، وبعدين بقيت اخصائي في الامن الصناعي. وانت ماشي بتلاقي حوالي 16 ستاكس اللي هي المدخنة. في اي مكان لما تشوف محطة كهرباء بتلاقي المداخن بتاعت البويلرز او السخانات. لا، دي شفت 16 مدخنة، ودي بيسموهم ستاكس.
دي ضخمة بتمشي يعني 5 دقايق ماشي جنبيها شايف واحدة من زي ما بقول لكم أكبر محطة كهرباء في العالم، ومصر عندها 3 منهم. دي واحدة منهم اللي أنا شفتها، أو بيبنوا 2 تانيين. اللي موجودة في العين السخنة أو في طريق العين السخنة خلصت، والجميل فيها إن هي فريندلي او انفايرمنتال فريندلي، صديقه للبيئه، معناها انها ما بتطلعش دخان بيلوث الاير. ودي مبنيه باحدث تكنولوجي موجوده من شركه سيمس الالمانيه، وهي حاجه رائعه وانت ماشي. مش كده بس، حتى فيها 14 سيمنتس، يعني 14 ستاكس بياخدوا العادم بتاعها وبيدخل على 4، يشغل 4 تانيين، فحتى العادم بياخدوه بيستخدموه، وبالتالي ما بيبقاش فيه تلوث كتير. المحطة دي برضو بيستخدموا فيها مراوح للتبريد، ودي برضو تكنولوجي جديدة ما كانتش موجودة. معظم محطات الكهرباء بيحطوها جنب البحر عشان بيستخدموا مية البحر للتبريد، أو جنب الأنهار بيستخدموا مية الأنهار للتبريد. لكن دي شغالة بالمروحة، تقريبا عاملة نفس فكرة الرادياتور اللي موجود في العربية. لو بتبص على في مروحة قدام الرادياتور عشان تكول الاف، لكن انها تتعمل بالحجم الكبير ده على مستوى محطة كهرباء حاجة جميلة جدا. ممتعة انك تشوف يعني التكنولوجي اللي موجودة، وتشوف حاجة زي ما قلت لكم اكبر محطة كهرباء في العالم، حاجة تفرح يعني وانت ماشي وشايف دي. نرجع للقاهرة تاني، والقاهرة بقى مش عارف اقول لكم في المناطق الجديدة، المدن الجديدة، التجمع والتجمع 1 و2 و10 و14 والأسماء الكتيرة اللي انتم بتشوفوها دي. المولز بتاعتهم حاجة جميلة. طبعا الأسعار غالية جدا على المصريين هناك مفيش شك، بل إنه في حاجات كتيرة بالنسبة لنا احنا تعتبر غالية جدا. فأنا مش فاهم أنا إزاي المحلات دي عايشة مستمرة وبتبيع ومفتوحة. لما أنا بدخل محلات كتيرة منهم ولاقي إن الأسعار اللي فيها تقريبا 2.5 أو 3 مرات اللي احنا بندفعه هنا. فلغاية دلوقتي مش متخيل إزاي المصريين أو بعض المصريين قادرين إنهم يشتروا المنتجات دي. لكن واضح إنه في enough people بيشتروا، وإلا كانت الأماكن دي قفلت خالص. طبعا الحاجات اللي بقولها لكم دي أجين مخصصة أو يعني موجهة لينا احنا هنا، لأن طبعا كل الأماكن اللي قلت عليها دي قد تكون غالية على ناس كتيرة في مصر، وده مش هقدر أعترض عليه. لكن تاني اللي أنا بقول كله ده بقول لينا احنا للناس اللي بره مصر، اللي هي تقدر تقضي وقت جميل في مصر وتستمتع بمناطق مختلفة فيها بأسعار معقولة، بل بالعكس ممكن تكون أسعار قليلة جدا. طبعا واحنا في مصر قررنا بعد كده ان احنا نروح نشوف كنايس وأديرة، وبالفعل رحنا 7 كنايس. مش عارف اقول لكم يعني الجمال 7 كنايس انا دلوقتي مش فاكر اسمائهم بالظبط، لكن ما بين الكنيسة المعلقة، دير ماري جرجس للرهبات، كنيسة ماري جرجس للروم الأرثوذكس. بصراحة يعني كنوز موجودة في هذه الكنائس، تاريخ بتدخل تحس انك عايش في التاريخ القبطي لمصر. في جزء منها من مسار العائلة المقدسة في مصر موجود هناك في
ده اعتقد دي كنيسة العذراء و بوكالة البلح. كانت جنب الهوتيل، فرحت حضرت يوم الحد فيها، وكانت مفاجأة كويسة ان نلاقي الأنبا رفائيل موجود هناك. قضيت قداس الحد هناك، كانت فرصة جميلة ان احنا نشوف المكان ده. كنيسة وكالة البلح السيدة العذراء، ومن أجمل الكنائس اللي ممكن تشوفوها. حقيقي كنيسة جميلة جدا جدا جدا، فيها إتقان شديد في كل ركن فيها. من الكنائس اللي ممكن يعني لو بصيتوا هتلاقوا الخشب ده اللي هو الارابيسك ده في كل حته، حوالي 8 أعمدة الرخام موجودين في صحن الكنيسة. أيقونات متقنة جدا وجميلة جدا. هي سعدت جدا بحضور قداس الحد هناك، وطبعا كانت سعادتي أكتر لما شفت الأنبا رفائيل حضر في هذا اليوم بالصدفة يعني. بس ده بعيد عن كنايس ال7 كنايس بتوع مصر القديمة. في رأيي إن يوم واحد يمكن مش كفاية، المفروض كان يروح يوم تاني، لكن احنا خدنا كل الكنايس. وهي ما دخلناش المتحف القبطي، لكن في زيارة سابقة أنا دخلت المتحف القبطي، برضو من الحاجات الجميلة جدا ممكن تقضي فيها وقت. جمال المنطقة دي كلها إنك بتعيش تاريخ الكنيسة القبطية في مصر، قرون قديمة، حاجات أثرية كتيرة، ممتعة جدا جدا جدا. 7 كنايس هو جزء من مجمع الأديان اللي موجود هناك. في جامع كبير هناك موجود، وفي معبد يهودي، لكن العدد الأكبر من الكنايس موجود هناك. محطة المترو موجودة هناك باسم محطة سيدي جابر محطة ماري جرجس. ففي جو جميل جدا، وانت بتشوف كمان ناس كتيرة. حقيقي كمان من الحاجات الظريفة اللي شفتها، وبالذات في الكنيسة المعلقة، عدد كبير جدا من اخواتنا المسلمين موجودين ضمن الزوار. عدد كبير من السيدات المحجبات موجودين. حقيقي جو جميل، بتحس فيه بالامان، بتحس فيه فعلا ان الشعب المصري بكل أديانه بكل ناسه موجودين هناك. يوم ممتع، يوم ممتع، وزي ما قلت لكم محتاجين أكتر من يوم عشان الواحد ممكن يستمتع بالمكان ده. أنا بس بحاول أفتكر شوية بمجموعة الكنائس اللي هناك. عموما ما تروحوا هناك هتشوفوا اهم. زي ما قلت لكم دير الشهيد ماري جرجس للراهبات، وكنيسة ماري جرجس، ومزار الشهيد العظيم ماري جرجس، وكنيسة أبي سرجا الأثرية أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس، والمكان اللي أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب، والمغارة اللي مكثت فيها أو اللي قعدت فيها العائلة المقدسة، قعدوا فيها لمدة 3 شهور، وكنيسة القديسة بربارة التي تحوي جسد هذه القديسة، ومزار أبونا مينا عبود. من الأماكن اللي ناس كتيرة جدا بتروح تتشفع عنده معاه وبتصلي عنده. وفي كنيسة ماري جرجس للروم الأرثوذكس، في هناك زرنا بير للمية اللي بيقال إنه العائلة المقدسة عاشت جنبه زي ما قلت لكم لمدة 3 شهور. وبعد كده رحنا على الكنيسة المعلقة،
وسموها المعلقة لأنها مبنية على برجين من أبراج الحصن روماني بناه الإمبراطور تراجان في القرن الثاني الميلادي، وتعتبر أقدم الكنائس في مصر. زي ما قلت لكم منطقة ثرية جدا جدا. أنا في رأيي إنه حرام الواحد يزورها في يوم واحد، يعني المفروض يومين أو 3. لو أنت ما رحتش اتس ماست، ولو رحت اتس ماست. يعني رحتها قبل كده مرتين أو 3، لكن هي كل مرة بحب إن أنا وبحرص إني أروح أزور هذه الأماكن المقدسة وتستمتع بالتاريخ، تستمتع بالأماكن بتحس بالرهبة بتاعت هؤلاء القديسين، بتحس بالبركة فيها، بتشبع روحك إشباع رائع في الحقيقة. بعدها أو تاني يوم رحنا لأجيرة وادي النطرون. دول بقى يعني صعب الواحد يشرح لكم. أولا يعني قد إيه معظم اللي موجود في الأديرة دي قديم جدا، بيرجع للقرن الثاني الثالث الرابع الخامس. ما بين الأديرة كلها اللي موجودة هناك وادي النطرون فيها مجموعة من الأديرة حقيقي كان لازم برضو الواحد يكتبهم عشان ما ينساش حاجة فيهم. بتبدأ دايما بدير الأنبا بشوي، دير البراموس، دير العذراء السوريين، ودير الأنبا مقار. زي ما كتبت في البوست بتاع الفيسبوك، كل ركن وكل عمود وكل صورة وكل رفات قديس موجودة هناك عايزة يوم لوحدها. دي كانت أول مرة بنزور احنا الأديرة دي، وهي قضينا بس يوم واحد. أديرة وادي النطرون عايزة 4-5 أيام. يعني الواحد زعل إنه كانت في ارتباطات في نفس اليوم كان لازم نرجع لها. كنت أتمنى الواحد يقعد 3 أو 4 أيام داخل الأديرة دي. مش قادر أوصف لكم حقيقة. بتتبسطوا جدا جدا جدا، بتلاقوا حاجات طبعا قديسين كتير موجودين، قصص كتيرة جدا. حتى في باب للهيكل مكتوب طريقة الصلبان اللي عليه، في تفسير ليها كده في الجنب انه كل طريقة يعني مربعات على الباب، والصلبان طريقة وضعها بتوصف العصر اللي كانت فيه وليه كانت معمولة بالطريقة دي. دي حاجة من الحاجات بقول لكم الواحد بس مش قادر. باب النبوات، ثانك يو، ده هيسترو، ومكتوب زي ما بقول لكم كده طريقة كل الرسومات بتاعت الصليب اللي عليه بتحكي عصر حصل بعد كده. حاجة ممتعة. الواحد بيقعد قدامه كده بتاع نص ساعة بيقعد يقرا كل الديتيلز اللي عليها ويبص على الجزء اللي هم بيشرحوه. بتروح هناك بتبقى في عالم تاني، يعني ما بتبقاش، بتبقى طاير كده مع قصص القديسين والآباء والأعمدة واللي مرسوم على الأعمدة. في كل منهم في كنيسة أثرية جميلة في كل دير من دول، وطبعا بالإضافة لمباني جديدة حديثة. لكن طبعا أنا في رأيي اللي الواحد شافه هناك لا يقاس يعني حقيقي. ويوم واحد كان حتى 3/4 يوم ما كانش فير لينا ان احنا نستمتع بكل ما هو موجود هناك. في دير ابو مقار يقال ان هو اكبر دير موجود في مصر، ومش عارف اقول لكم يعني في كمان
حاجات من الواحد من كترها مش قادر حتى يفتكر كل اللي شافه هناك. وادي النطرون لازم الواحد يروحها يومين 3. مش متأكد إذا في أي هوتيلات جنبيهم هناك في وادي النطرون ولا لا، لكن إن شاء الله في الرحلة القادمة أبحث وأشوف لو في هناك هوتيل قريب منهم الواحد يقضي وقت هناك. أو زي ما بقول لكم هي ساعة ونص من القاهرة، ممكن الواحد يروح الصبح ويرجع بالليل ويروح تاني يوم وثالث يوم عشان يستمتع بكل ركن وكل قصة وكل سيرة قديس في هذه الأماكن الرائعة جدا جدا. ده تقريبا الرحلة زي ما انتم شفتوا. طبعا بتوين الرحلات دي في زيارات بتتم للأصدقاء وللأقارب. وقت ممتع جدا ممكن تقضيه في مصر، غنية بأماكن كثيرة جدا. إن شاء الله في الرحلة القادمة هنحاول نزور أديرة المنيا وأسيوط. إن شاء الله نعمل لها بلانينج وننزل نتفرج عليهم أو ناخد بركة الأماكن المقدسة دي، ويومين في وادي النطرون من تاني عشان نسترجع شوية أو عشان نستمتع أكتر بالكنوز اللي موجودة هناك. بعض الملاحظات وانتوا في مصر، يا ريت الناس تبقى زي ما شفت ساين جميلة مكتوبة بتقول كن لطيفا ما حدش ناقصك. الحالة الاقتصادية أو الناس بتعاني كتير من الحالة الاقتصادية هناك، فيا ريت إن احنا نكون لطاف، نكون نبتعد عن مقارنات اللي بيتم هنا وبيتم هناك. نتعامل مع الناس، اعتقد معظمنا بيعمل كده، مش هقدر اقول انه حاجه غريبه، لكن نتعامل معاهم باللطف والناس بتتجاوب معاكم بطريقه جميله جدا. وعلى فكره بيعرفوا ان احنا مش عايزين من كلامنا البسيط، من صباح الخير، من ازيكم، من فضلك، اشكرك. يعني حقيقه احنا الثقافه الغربيه علمتنا بعض الاداب اذا ما كنا عارفينها اساسا، وهم بيعرفوا على طول ان احنا مش موجودين من البلد بسبب كل الحاجات دي. وكل ما بتتكلم بظروف معاهم كل ما بتاخد طبعا خدمه جميله جدا. كمان اعتقد انه كويس ان احنا نبقى كرمة شويه معاهم، مع كل الناس اللي بتخدمك. وفي الحقيقه مش عارف اقول لكم ايه، يعني التيبس هنا في امريكا 15 18 20%، تدفع 20 30 دولار ولا 20 25 دولار بتروح تاخد دينر او حاجه. هناك ال50 جنيه بتخلي الفرد مبسوط جدا ان هو بيتعامل معاك، وهي في الحقيقه بالنسبه لك حوالي $1.50. يعني حاول شويه تبقى جينيروس مع الناس دي، لان في رايي هم ناس بيشتغلوا وبيتعبوا، وحاجه بسيطه زي كده ممكن to make their days، يعني يبقوا فعلا happy في اليوم ده. من الحاجات برضو اللي احنا بنعملها دايما بناخد قرص انتينال، دايما بنسى الاسم ده، يوميا. اعتقد انه بيحميك من بعض او التغيير في الاكل، بيحميك من بعض البكتيريا او الجراثيم اللي ممكن تكون موجوده. بالمناسبه احنا متعودين على انواع يعني في عيشتنا هنا في امريكا معدتنا وجسمنا تعودت على انواع معينه من البكتيريا والجراثيم.
او قادر يتحملها. لما بنروح اماكن تانية ممكن في انواع تانية ممكن بتاثر على جسمك وعلى على اكلك او على المعده، وده بيحصل ساعات كمان لما بننزل هنا المكسيك. فلو تاخد القرص ده مره كل يوم الصبح او واحده كل يوم الصبح، اعتقد ان احنا كلنا قضينا المده ومحدش حصل له تلبك معوي او سخن او تعب او جاله التحديات دي اللي بتجيلنا ساعات من تغيير الاكل ومن يمكن شويه تغيير في مستوى النظافه في التحضير. دي مهمه انك تعملها. الحاجات تاني طبعا يفضل انك لو انت مش رايح بس عشان تزور اهلك، برضو زي ما قلت لكم الهوتيلات والريزورتس اسعارها معقوله، افضل من انك تقعد عند احد يعني قرايبك unless مصممين على كده unless انت مبسوط معاهم. يعني مش بقول انه، لكن فرصه انك تستمتع شويه بالهوتيلات وبالريزورتس اللي بالمناسبه احسن كتير جدا من اللي موجودين هنا في امريكا. يعني اقول لكم في خلال رحلاتي تبع الشغل هنا احنا بننزل او بيحجزوا في الهيلتونز. الهيلتون في مصر اعظم وافخم من تقريبا معظم الهيلتونز اللي انا استخدمتها هنا في امريكا على مدار 21 سنه. احسن وافخم وارخص. فانا بس البراند اللي انا بستخدمه وده اللي انا بقارن بيه. طبعا اكيد البراندز التانية زي الماريوتس الفور سيزونز كل الاماكن دي اكيد انا متاكد قوي انها واي افضل من موجوده هنا. دي تقريبا الحاجات اللي كنت كاتب برضو انه مش يعني لازم انت في مصر تروح تزور الاماكن الاثريه والاماكن الدينيه. يعني يبقى شيء من نقدر نقول ايه العيب ان الواحد يكون موجود في مصر وما يروحش يزور كنائس واديره. مصر جميله جدا فيها حاجات كتيره جدا حلوه. حبيت اشير معاكم او ادردش معاكم عن اللي احنا شفناه في الرحله دي. اتمنى انه الكثير منكم يبدا يفكر يروح مصر يقضي اسبوعين 3 4 حسب الوقت المتاح ليكم. هتبسطوا جدا، هتبسطوا ناس كتيرة جدا، هتساعدوا في اقتصاد مصر بدل ما نصرف فلوسنا ودولاراتنا في يوروب او في المكسيك. نصرف جزء منها في مصر وده يساعد الاقتصاد بصفة عامة. وبعدين بتبقى في بلدك حاسس ماشي مرتاح ماشي مبسوط. نسيت اقول لكم برضو ان احنا جربنا او نزلنا اتمشينا على ممشى اهل مصر. ممشى جميل جدا بطول الليل بياخد او على النيل على طول. كان ممتع جدا. واول يوم كنا رحنا كان في العيد فكان في زحمه كبيره جدا فيه وعائلات من كل المستويات موجوده هناك. في تذكره ب20 جنيه عشان تنزل. هو الممشى عباره عن 2 واحد فوق ببلاش وواحد بتنزل له تحت وهو اقرب للميه طبعا. وفي محلات وفي مطاعم وكافيهات موجوده تحت بس ده لازم تنزل له او تدفع له 20 جنيه. وعلى الاعداد اللي انا شفتها في الممشى ابو 20 جنيه او الجزء منه اللي ب 20 جنيه ما اعتقدش ان هو اشكال لناس كتير لاني شفت كميات كبيره جدا جدا من الناس بتتمشى فيه. وزي ما قلت لكم كان من اول ايام العيد فالناس فرحانه ومبسوطه وعائلات واطفال. حقيقي كان جو جميل جدا. وطبعا في مراكب بتاخدك ساعه او نص ساعه او ساعتين بتاخدها من هناك.
بتقضي تاني في رحلة بحرية جميلة في النيل. سيان بتركب زي بتذكرة أو بتاخد برايفت مركب، كل حسب مقدرته وكل حسب رغبته. من أجمل الأماكن الظريفة. تقريبا احنا نزلناه تاني في آخر أيام العيد، فكان أو كانت الزحمة أقل بكثير من أول يوم، وبرضه كانت ممتعة جدا جدا. دي من الحاجات الجميلة اللي اتمنت ليتلي. في كل رحلاتنا دي حقيقي في تطور رهيب حصل في الطرق وفي البنية التحتية. ما فيش شك انه السهولة الكبيرة جدا في المواصلات دلوقتي بقت ممتعة على الطرق دي. طبعا السواقة في مصر غير ممتعة بالمرة. السواقة في مصر صراع شديد، والصراع كل ثانية وانت بتسوق. فطبعا بالنسبة لنا اعتقد انه يعني مش جود ايديا ان اي واحد مننا يسوق هناك. سيبوا السواقه ليهم، اما بالاوبر او بعربيات الخاصه اصحابكم او قرايبكم. مش عارف اقول لكم، الاوبر رخيص جدا بالنسبه لنا. يعني الواحد بيروح مثلا من الهوتيل اللي عنده في جنب ابراج ساويرس لغايه التجمع حوالي ساعه وربع بالعربيه، بتاند اب $6 $7. لو حاولت تعمل نفس المساحه دي او المسافه دي هنا ممكن تتكلم على 90 100 $120 هنا. فالسواقه ابعدوا عن السواقه خالص. مش عارف بيسوقوا ازاي، مش عارف بيسرفايف ازاي. لكن اجمل ما في ترافيك في مصر ان كل الناس بتاكوموديت كل الناس. يعني كل الناس بتحاول يعني تبقى ماشي في اتجاه وتلاقي عربيه جايه في اتجاه المعاكس في نفس الطريق. والغريب ان كل العربيات بتوسع للعربيه اللي جايه بعكس الطريق ده، واللي جايه بعكس الطريق بيتعامل مع العربيات اللي جايه في وشه. حاجات مش ممكن تشوفها في اي مكان تاني غير مصر. طبعا لو حصل ده هنا انتوا عارفين هتلاقوا طيارات وعربيات وبوليس وهيصه ويقبضوا عليك ويرموك على الارض. يعني بتبقى حاجات غريبه. لكن في مصر بيحاسبوا على بعض as much as they can، وكل واحد واخد باله من. وطبعا معجزه ان الناس اللي بتعدي بين العربيات معجزه ملهاش حل. من الحاجات الظريفه كنا بعد ما خلصنا المشي على المرسى مصر ده، الممشى بتاعت مصر، حاولنا نعدي الشارع طبعا عشان نروح الناحيه الثانيه للهوتيل. كان لازم ندور على عسكري او هكشي. في حظنا المره دي كان نقيب مرور اخذنا وعدانا الناحيه الثانيه. فطبعا كان واضح ان احنا مش بالبلد خالص، لانه لوحدينا ما كانش ابدا هنقدر نعدي. في الوقت نفسه اللي فيه ناس كتيره بتعدي رايحه جايه والعربيات ماشيه، هو وقف لنا العربيات وعدينا. ودي برضو كانت لفته ظريفه منه. حس ان احنا مش ممكن هنعدي الشارع ده وهنفضل تاني يوم برضو في نفس المكان. بس اجين هي دي مصر. مصر بكل ما فيها من حاجات غريبة، من عجائب، من تصرفات غالبا احنا مش متعودين عليها، لكنها في النهاية ممتعة في كل ما فيها. زي ما قلت لكم يا ريت تبلان كويس ان انتوا تروحوا تزوروا مصر، تشوفوها، تتمتعوا فيها، تتبسطوا وتساعدوا في اقتصاد البلد اللي احنا عشنا فيها مدة طويلة او مدد من حياتنا، وما زالت جوانا مش ممكن هتطلع من قلوبنا. يعني ده ببساطة رحلتنا، ببساطة عملنا ايه.
تابعوني طبعا على الفيسبوك، هتشوفوا ديتيلز اكتر وصور كتيره محطوطه لكل المناطق اللي احنا رحناها. وزي ما قلت لكم الغرض الاساسي ان انتوا تشوفوا اماكن كتيره وتعرفوا على اماكن كتيره ومنها نقدر نروح. نسيت برضه اقول لكم حاجه، ان احنا رحنا وان داي للساحل. الساحل اصبح، او الساحل الشمالي اصبح حاجه خرافيه، وبيمتد الاميال كبيرة جدا ومتقسم لمناطق مختلفة. ديبينس انت بتروح فين واسم المنطقة ايه ومستوى الاسعار شكله ايه. في اسعار جنونية خالص، وفي اسعار معقولة، وفي اسعار اقل من معقولة. انت رايح فين وجاي منين. جات لنا فرصة نروح نزور بعض الاصدقاء في قرية الاطباء، وده كانت على اول الساحل. الطريق للساحل كان رائع، اكثر من رائع. يعني مش عارف اقول لكم جمال الطرق اللي موجوده في مصر حاليا تضاهي بل احسن كتير من الطرق اللي موجوده عندنا هنا في امريكا وفي كاليفورنيا هنا بالذات. الساحل ممتع. خدوا بالكم ان الساحل بس بيشتغل في 3 شهور الصيف او 4 شهور الصيف، غير كده بيبقى تقريبا ما فيش اي اكتيفيتيز فيه. فاذا هتروح الساحل في اكتوبر او نوفمبر مش هتلاقي فيه حاجه. معظم او تقريبا الاماكن كلها مقفله، ما فيش مطاعم، ما فيش محلات، ما فيش. فلازم تروح الساحل في شهور الصيف. زي ما انتم شايفين في كل مكان في مصر هتلاقي متعة. في كل مكان سيان على البحر الأحمر، على البحر الأبيض، على النيل، على المناطق الأثرية، على المناطق الدينية. مصر غنية بأماكن كثيرة، بمناطق ممتعة جدا جدا جدا. أتمنى كلكم تعملوا بلانز وتروحوا. وأي منكم عايز أي سؤال ممكن يبقى يتصل بيا على الفيسبوك واديله الخبرات اللي احنا اكتسبناها من رحلات. تقريبا بنعمل رحله لمصر كل 6 شهور، واعتقد ان عندنا مجموعه من المعلومات ممكن تفيد اي حد لو محتاج specific answer او عايز specific questions. ممكن نقول له اتصل بيا على الماسنجر وان شاء الله اقدر افيدكم بيها. سعيد بلقائكم. تعبان جدا، عايز اروح انام لانه الوقت متغير جامد، لكن حرصت ان انا اجي وادردش معاكم شويه. ولقائنا المره الجايه ان شاء الله نرجع تاني بقى للروتين العادي بتاعنا، امريكا واللي حصل في امريكا. وفي الحقيقه في المده اللي انا كنت فيها في مصر السوبريم كورت أو المحكمة العليا هنا في أمريكا أصدرت 3 أحكام مهمين جدا 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 بيأثروا على حياتنا بطريقة تقريبا مباشرة. إن شاء الله في حلقتنا القادمة نتكلم عن ال3 أحكام دي، وإيه هي وإيه القضية وليه حكموا فيها كده، وإيه تأثيرها على علينا كمواطنين عايشين في أمريكا. سعيد بلقائكم. أشوفكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. صلوا من أجل قناة لوجوس، صلوا من أجل هذا البرنامج ومقدم هذا البرنامج، وأشوفكم كلكم على خير. تصبحوا على خير.